وبنروح بسرعة مع عم مينا داخل المستشفى وبيطمن على عبير اللي ما زالت ما فاقتش من الغيبوبة. وبنرجع مع الخواجة مايكل داخل مكتبه وهو قاعد حزين بعد موت سارة، واللي بنلاقيه ماسك صورتها في ايده وبيضمها على ملف غرفة 207. بنلاقي مديحة قاعدة تبكي على سارة وانها ما قدرتش تنقذها. وبنتفاجئ بالنزيل الجديد اللي بيدعى سالم وهو شاب سعودي نازل مصر لاستكمال دراسته. بيروح مصطفى يوصل النزيل لغرفته، ولكن للأسف بنتفاجئ بباب غرفة 207 اللي بيتفتح لوحده فجأة. بيتوجه النزيل على صوت فتح الباب تجاه غرفة 207. بيحاول مصطفى يلحقه بسرعة، لكنه بيدخل غرفة 207 اللي بيفضل يتأمل في تفاصيلها. وبنلاقيه بيفضل باصص على لوحة الغرفة اللي اتغيرت وأصبحت على هيئة جبل. بيبلغ سالم مصطفى إنه قرر يحجز الغرفة دي، ولكن بيقول له مصطفى إنه ما ينفعش ده يحصل من غير ما يرجع للإدارة. ولكن بيصمم سالم على حجز الغرفة وإنه مستعد يدفع فرق الغرفتين. بينزل مصطفى يبلغ عم مينا إنه النزيل اختار غرفة 207، ولكن بيوضح له عم مينا إنه مش هو اللي اختار، ولكن الغرفة هي اللي اختارته. بتروح مديحة تتكلم مع عم مينا، واللي بتلاقيه مشغول جدا بسبب تراكم الشغل عليه لوحده. وبتقول له مديحة إنه جمال من وقت موت سارة وهو ما خرجش من أوضته ورافض دخول أي حد عليه. بتطلب مديحة من عم مينا إنه يحاول يروح يتكلم مع جمال، واللي بنلاقيه قاعد ساكت وحزين جدا لدرجة إنه ما بيكونش منتبه لكلام عم مينا معاه من شدة حزنه. بيبدأ جمال يفتكر ذكرياته مع سارة. وبنرجع بعدها لغرفة 207 مع سالم اللي بيكون باصص على لوحة غرفة 207 واللي أصبحت على هيئة كتاب. لكن بنتفاجئ بظهور شيرين بعدها بتقول له إن ده الكتاب اللي لازم يلاقيه واللي مؤكد هيحتاجه. بيتخض سالم وبيحاول يسألها هي مين، لكنها بتختفي فجأة. وبنرجع للخواجة مايكل داخل مكتبه، واللي بتظهر له شيرين هناك وبتطلب منه إنه يهرب بسرعة من الفندق لأنه مش هيتحمل اللي هيحصل. بنتفاجئ بمصطفى ومديحة اللي بيروحوا يتكلموا مع عم مينا في الوقت ده، وبيترجى مصطفى إنهم لازم يحرقوا غرفة 207. بيتصدم عم مينا وبيقول له إن الغرفة مش هتسمح له يعمل ده. بيطلب منه مصطفى إنهم يحاولوا على الأقل، فبيوافق عم مينا. وبنتفاجئ بالخواجة مايكل اللي بيدخل في الوقت ده ويبلغهم إن هو كمان معاهم في اللي هيعملوه. بيبدأوا يتوجهوا كل واحد لغرفته عشان يلموا حاجتهم اللي محتاجينها قبل حرق الغرفة اللي مش عارفين لسه هتاخد في وشها ايه. بيروح عم مينا يتكلم مع نزيل سالم وبيطلب منه انه لازم يسيب الغرفة حالا، لكنه بيتصدم من كلام سالم اللي بيبلغه ان في واحدة ظهرت له واللي بتكون شيرين. وبيحاول سالم يسأل عم مينا هي حقيقة الغرفة دي ايه بالظبط. بيبدأ سالم يشرح له انه دخل الغرفة دي قبل كده وقت ما كان طفل صغير، لكنه كان طفل خواف جدا، فحاول والده يشجعه انه يتغلب على خوفه ده واخدوه بعيد لوادي الجن، وهناك اتنقل لداخل غرفة 207. لكنه فضل يصرخ ويطلب انه يرجع عند والده مرة تانية، ورجع لحياته بعدها، لكنه فضل محتفظ باللي حصل في ذاكرته طول سنين حياته، وانه قرر ينزل مصر مرة تانية عشان يوصل لغرفة 207 مش لاستكمال دراسته. بيوافق سالم انه يسيب الغرفة ويغادر الفندق بعدها، لكنه بيطلب من عم مينا انه ياخد لوحة غرفة 207 معاه. فبيوافق عم مينا، وبالفعل بياخد سالم لوحة الغرفة داخل شنطة العربية وبيتحرك بعدها. بنرجع مع عم مينا ومصطفى ومديحة واللي بدأوا يجهزوا نفسهم لتنفيذ الحريق، ولكن بتتقطع الكهرباء مرة واحدة. بيطلب عم مينا من مصطفى انه يروح يشوف سكينة كهرباء. بتروح مديحة تحاول توصل لجراكن الجاز، وبنسمع صوت شيرين اللي بتقول لهم انها في انتظارهم. بيروح عم مينا في الوقت ده يطلب بنته وحفيدته يطمن عليهم، وبيكون حاسس انه بيودعهم. وبنرجع لمصطفى اللي اتفاجئ بظهور الدكتور سليم قدامه بيوجه له سكين في ايده. وعلى الجانب التاني بنروح مع مديحة اللي بتتفاجئ بعبير اللي بتحاول تتهجم عليها بسكين وما بتكونش في حالتها الطبيعية. وبنشوف الخواجة مايكل اللي ظهر له أخوه الصغير فجأة، ولكن وفي سكين في إيده، فبيفضل الخواجة يهرب من الطفل لحد ما بيقع فجأة من فوق الدرج. وبنروح مع عم مينا اللي داخل غرفة 207، واللي بيتفاجئ هناك بشيرين اللي بتنده على اسمه وبتقول له إنهم ما تقابلوش قبل كده. وبتظهر سارة الجمال في الوقت ده وبتطلب منه إنه لازم يتدخل ويساعدهم بسرعة، وإنه ما ينفعش يكون عارف باللي بيحصل لهم ويتخلى عنهم. بيبتسم جمال لسارة وبيقول لها إنها وحشته جدا، فبتقول له سارة إنه هو كمان وحشها، لكنه لازم ينقذهم الأول بسرعة.
بالفعل بيروح جمال ينقذ مصطفى في اللحظة الأخيرة، وبيتوجهوا جمال ومصطفى على صوت صريخ مديحة اللي بيتفاجئوا هناك بحريق داخل المطبخ. فبيحاولوا يطفوه بسرعة وبيقدروا ينقذوا مديحة ويكتفوا عبير بالحبال لأنها ما بتكونش في حالتها الطبيعية. بيوضح لهم جمال إنه غرفة 207 عاوزاه هو، فبيطلب منهم إنهم يخرجوا بسرعة من الفندق لحد ما يروح هو يخرج عم مينا. وبيتفاجئ جمال فوق بالطفل الصغير اللي بيزقه وبيحدف جمال من الدور التاني، ولكن بيرجع جمال مرة تانية بسرعة لغرفة 207، وهناك للأسف بيتفاجئ بموت عم مينا اللي اتأخر عليه. بيفضل جمال يبكي وبيعتذر له وبيقوم يبوس راسه في مشهد مؤثر وحزين جدا، وبيقرر جمال يشيله وينزله لتحت، وبيطلب من مديحة ومصطفى إنهم ياخدوه ويبعدوا كلهم عن الفندق. بنروح لجمال وشيرين داخل غرفة 207 وبيسألها جمال عن الحقيقة. بتوضح له شيرين إنها خلته يشوف الحقيقة قبل كده لكنه هو اللي ما تحملهاش وما قدرش إنه يتقبلها. وبيرجع جمال لمشهد حتفه من الشباك ولكن وهو في سن كبير. وبننتقل بعدها للمستشفى مع جمال ووالده اللي بيقوله إنه عمره ما قدر يحبه لأن هو السبب في كل اللي حصل وكل اللي هيحصل. بيرجع جمال بعدها داخل شقته وبنلاقيه بيكتب رقم غرفة 207 على الحيطان. فبتروح توصل مراته تتخانق معاه وبتتهمه إن ده أكيد عدد خياناته الكتير ليها، وبتطلب منه إنه يطلقها. وبيتنقل بعدها للغرفة السرية الموجودة في مخزن الفندق، وهناك بيقابل ألفريدو اللي بيطلب منه إنه يهرب بسرعة. وبيتنقل جمال على شط البحر فجأة وبيشوف قدامه موظف الاستقبال وهو بينتحر. بيروح جمال يلحقه بسرعة لكنه بيبعده. وبنرجع لداخل غرفة 207 وبتوضح له شيرين إن كل شيء بدأ سنة 34 وإن هو السبب في كل اللي حصل وكل اللي لسه هيحصل. فبنرجع لوالد الخواجة مايكل هو وحوالي 5 أشخاص، واللي بيتفقوا سوا إزاي هيخفوا جثة الست اللي قتلوها بعد ولادة الطفل الصغير، اللي بنتفاجئ بوالد جمال وهو رايح يشيل الطفل ده، وبيبلغهم إنه قرر يتبناه وإنه اسمه الحالي هو جمال الصواف. وبيفضل والد جمال يفتكر اللي حصل وإنه جمال هو السبب في اللعنة اللي حصلت واللي هتحصل، وعشان كده ما قدرش إنه يحبه، وكان بيحاول يتخلص منه من وقت للتاني زي محاولة حذفه من الشباك. بيكون جمال واقف مصدوم من الحقيقة فبيحاول حرق الغرفة، لكن بتضحك شيرين وبتقوله إنه بإيده يغير كل شيء ويمنع كل اللي حصل من إنه يحصل. بيبدأ جمال حرق الغرفة وبنشوف جمال وسط الحريق بيحاول الهرب ولكن للأسف ما بيكونش فيه مخرج. بيقرر مصطفى يروح يلحق جمال في الوقت ده ولكنه بيفضل يخبط ويندى عليه من غير أي فايدة. بيفقد جمال وعيه فجأة ولكن بيرجع يفوق مرة تانية على صوت خبط باب غرفة 207، وبيتفاجئ قدامه بطفل صغير وهو الخواجة مايكل ووالدته، وهي نفس الست اللي بتظهر داخل غرفة 207 واللي بتسأل جمال هو مين. وبكده يكون جمال رجع لسنة 34، ولكن هل هيقدر جمال يتحكم في كل اللي حصل ويمنع الأذى اللي تعرضت له والدته بالفعل؟ الملخص ده قام كتابته إيناس ناصر ومنتجه ليكم أمنية أحمد وسجلته أسماء مهران.